أيام الرومان قبل البيزنطيين. فاستطاع اليهود أن يسيطروا على بعض القرارات السياسية والعسكرية والمالية في الإمبراطورية الرومانية. فنجد أن الحرب الشهيرة ما بين الرومان كان أقوى منافسيهم الإمبراطور هانيبال ملك قرطاجة. يلاحظ بعض المؤرخين أن الرومان عندما قاتلوا اليونان لم يقاتلهم على سبيل الإبادة، اكتفوا فقط بالهزيمة العسكرية لليونان، بينما حروبهم مع قرطاجة كانت حرب إبادة تماما. ويستفسر بعض المؤرخين لماذا كانوا الرومان في حروبهم مع اليونان يكفيهم الهزيمة العسكرية، بين حروبهم مع مملكة قرطاجة هي حرب إبادة. لأن قرطاجة هم عرق سامي، وهم أخبر الناس في التجارة، وهم يشكلون خطرا على الوجود اليهودي في روما. فمن خلال زوجات وعشيقات اليهوديات للأباطرة الرومان أوعزوا لهم أن الخطر الأكبر على الإمبراطورية الرومانية هو وجود قرطاجة. فلم تكتفي الرومان بهزيمة قرطاجة فقط، وإنما ذهبوا إلى قرطاجة ودمروها وحرقوها كاملة وفرقوا شعوبها. لأن الشعوب القرطاجية الشعوب الفينيقية شعوب سامية مثل اليهود، وهم أعرق منهم في التجارة وأعرف بأخلاق اليهود من الرومان. فلم يكتفي اليهود فقط بالهزيمة العسكرية لقرطاجة، وإنما أبادوها إبادة كاملة ودمروا معابدها وقصورها كذا. وهذا تفسير بعض المؤرخين، وأنه المرحوم مالك بن نبي لماذا أوروبا أو الرومان قاتلوا قتال قرطاجة على حرب من الجمر وحروب إبادية إقصائية وليست حروب هزائم عسكرية مثل ما حصل لنا. وهنا تركز اليهود في روما وفي غرب أوروبا وسيطروا على التجارة، كما سيطروا على تجارة بيع الرقيق والعبيد، وسيطروا على تجارة الذهب والربا. حتى شيشرون الفيلسوف المشهور ذكر أن اللي ماسكين تجارة الرقيق وماسكين تجارة الربا والصرف هم اليهود، حتى حولوا المعابد، يعني الهيكل الثاني الذي حرقه تيتوس كما ورد في الإنجيل أن سيدنا عيسى ضرب بقدمه طاولات الصرافين الربا، كان هذا بيت أبي وجعلته مكان للشيطان من حيث الربا والصرف. موجود في الإنجيل سيدنا عيسى عليه السلام ضرب برجله طاولات الصرافين والربويين اليهود في الهيكل، كانوا يحطون في الهيكل نفسه الربا يعني. فحتى أدخلوا أماكن الربا إلى المعابد اللي هي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هم لا حولوها إلى بنوك ربوية معابد. لأجل ذلك نزلت الآية أن المساجد للعبادة وليست الأعمال التجارية أو الربا، يعني والربا تعرفوا من أعظم الكبائر. فاليهود تحولوا إلى غرب أوروبا، ثم دخل اليهود في مفاصل كل بلدان أوروبا.